السلام عليكم. بالفيديو مرتضى منصور طلع بيشمت في الكابتن محمود الخطيب او في مرض الكابتن محمود الخطيب، وكمان بيتحدى هيئة مفوضين الدولة. كل حاجة في الفيديو ده بالصوت وبالصورة هوريهولك وهو بيتكلم وبيتحدى وبيشمت. طبعا بس قبل ما نسمع ونعرف التفاصيل ونشوف الفيديو، اتمنى ان حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكمان تشير الفيديو وتحط له لايك جميل زي حضرتك وشيره عشان غيرك يشوفه. كلنا طبعا عرفنا ان هيئة مفوضين الدولة في مجلس الدولة طلعت بيان بتوصي فيه بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس نادي الزمالك، وكمان ألزمت نادي الزمالك انه يعمل انتخابات جديدة وجمعية عمومية جديدة ينتخبوا فيها رئيس تاني جديد لنادي الزمالك بعد ما عزلت مرتضى منصور تحدى القرار، وبالليل راح واخد بعضه ورايح على فين؟ على نادي الزمالك بزفة كبيرة وهليلة كبيرة. وفي بداية كلامه بدأ يشمت في الكابتن محمود الخطيب أو في مرض الكابتن محمود الخطيب، وقال كلام كتير قوي. تعالوا نسمع قال إيه بالصوت وبالصورة. يلا بينا. وأنا ما كنتش في محنة، أنا كنت في نعمة من عند ربنا، لأنه كفاية إن أنا كنت بنام على المخدة، أول ما أحط راسي أنام، غير اللي ظلمني مش عارف ينام، تاني مش عارف ينام. شروط الترشح واضحة: ألا يكون صدر ضدك حكم في جناية أو عقوبة مخلة بالشرف. هو القذف مخل بالشرف؟ لا طبعا. شروط الترشح موجودة، واللي عايز يشيلني أنا ما عنديش مشكلة خالص. لو اتعملت انتخابات بفضل ربنا الجمعية العمومية هتسع الانتخابات تاني، لأن شروط الترشح تنطبق عليا. فبلاش ندخل الزمالك في نفق مظلم تاني. بلاش ندخل الزمالك سكة سليمان وعباس والعتال وهاني شكري وعبد الله، بلاش عشان خاطر النادي.